كابتن حسام قال عايزين تطلعوني ترند ولا يهمني، انتوا بتحاربوا المدربين الوطنيين. يا راجل ده ميكالي مدرب المنتخب الوطني كان بياخد مبلغ وقدره، عيب عليكم. بصوا لمدرب المغرب الوطني. جاب سيرة ميكالي، وبالتالي ميكالي رد عليه، ودي حاجة مش حلوة خالص. قال ايه ميكالي؟ قال من الجيد دائما ان يتم تذكرك حتى ولو لم تكن السياقات دقيقة تماما. التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زميلي حسام حسن، والتي أشار فيها إلى اسمي أثناء حديثه عن التحديات التي يواجهها في قيادة منتخب مصر، بدت لي غير موفقة بعض الشيء، ومع ذلك فقد ذكرتني بمسيرتي وبالعمل الذي يبرر القيمة الموضوعة لخبرتي المهنية. خلي بالك من اللي جاي بقى. قال إيه ميكالي؟ لقد كان لي شرف أن أكون أول من يحقق ذهبية أولمبية. بيستعرض بقى مسيرته. طبعا هو هنا ذكي جدا، بيستعرض المسيرة في إسقاط للكابتن حسام، بيقول له دي مسيرتي، أنت مسيرتك إيه؟ هو ده. قال لك قد لي الشرف أن أكون أول من يحقق ذهبية أولمبية مع المنتخب البرازيلي، مساهما في إطلاق مسيرة لاعبين مثل جابرييل جيسوس، رافينيا، تيريس، باكيتا، ريتشارلسون، جابرييل، كما قدمت نيمار خلال واحدة من أفضل فتراته مع المنتخب الوطني. لقد دربت أندية عملاقة مثل الهلال في السعودية وأتلتيكو مينيرو في البرازيل، وهما من أكثر أندية عراقة ومطالبة في آسيا وأمريكا الجنوبية. شوف الكلام شوف الكلام وحرقته، شوف الكلام ودقته، شوف الكلام ومعناه. يعني بيقول له يا حسام ما تتكلمش عليا، انت مسيرتك ايه؟ انا دي مسيرتي. هو بيغلفها في بونبون وشوكولا، لكن في الامر هي في منتهى القسوه اللي في الدنيا، لانه استعرض مسيرته. يا كابتن حسام كل الاحترام، اشتغل في انديه كثيره لكنه لم يحقق اي بطوله على الاطلاق، وده ما يعيبوش باي ذا واي. لكن عشان انت عملت اسقاط على ميكالي، الراجل رد عليك. قال ايه تاني؟ قال لك ومع مصر وصلنا الى نهائي نسخه شديده الصعوبه من كاس الامم الافريقيه، وامتدت المباراه الى الوقت الاضافي امام منافس قوي وعلى ارضه، ونحن نلعب ب10 لاعبين فقط. ورجع تاني يفكر حسام حسن، قال له وفي الاولمبياد هزمنا اسبانيا التي فازت لاحقا بالميداليه الذهبيه، واحتلينا المركز الرابع، كما تم ترقيه ما لا يقل عن 8 لاعبين الى المنتخب الاول. ورجع تاني ميكالي قال السيد حسن اللي هو حسام حسن انه رقى شحاته وصابر واسامه فيصل الى الفريق الاول. من وجهه نظري كمدرب، هؤلاء اللاعبون حجزوا اماكنهم بالجداره والاجتهاد والاداء المتواصل مع المنتخب الاولمبي. يعني بيقولوا انت ما قدمتش حد، ده انا اللي قدمت، الثلاثه دول، وهم برزوا وتلعلعوا وتالقوا مع المنتخب الاولمبي، انا اللي قدمتهم، انا ميكالي اللي قدمتهم، انت ما قدمتش حد. ده رد ميكالي. وفيما يتعلق بالحديث عن المدربين الاجانب لقياده المنتخبات الوطنيه، فانا اختلف مع هذا الطرح بكل احترام. الكفاءة وليس الجنسية، لأن حسام قال لك إيه؟ شجعوا المدرب الوطني، فهو بيقول لك إيه؟ الكفاءة وليس الجنسية هي ما يهم في أعلى المستويات. كارلو أنشيلوتي مع البرازيل، طبعا راجل مش برازيلي. توماس توخيل مع إنجلترا. ماوريسيو بوكيتينيو مع الولايات المتحدة. أمثلة حديثة على أن كرة القدم العالمية تقدر الجودة فوق مكان الميلاد. راجل جبار في رده. أما بخصوص راتبي، ده ميكالي اللي بيقول، فهو تماشى مع كفاءتي وسيرتي الذاتية في إسقاط لحسام حسن. انت كفاءتك ايه وسيرتك الذاتيه ايه؟ حاجه صعبه جدا، كما هو الحال في اي مهنه او سوق حول العالم. وفي النهايه يمكن اعتبار ذكرى زميلي لاسمي نوعا من الاعتراف بالعمل الذي قدمته. ده رد ايه ميكالي. نرجع تاني سريعا لبعض التصريحات. انا بقول ليه يا كابتن حسام الكلام ده؟ عشان تاخد بالك، لسانك حصانك، وانت عارف الباقي والناس كلها عارفه الباقي. لازم تاخد بالك من كل كلمه، لان كل كلمه، انت مدير فني منتخب مصر، كل كلمه هتروح في سكه، فانت اقفل السكه بالصمت، اقفل السكه بالصمت. قال ايه تاني كابتن حسام؟ قال لك انتوا ما بتفهموش حاجه، انتوا عارفين مين حسام وابراهيم؟ تاريخنا ايه؟ في ناس جم دربوا منتخب مصر ما كانوش اتولدوا واحنا بنعمل التاريخ. بقول للمنتقدين موتوا بغيظكم. برضو عايز اقول لكابتن حسام طبعا كان نجم النجوم، وهو طبعا لاعب كوره، وانا بعتبر ان هو افضل مهاجم في تاريخ مصر على الاطلاق. لكن دي مالهاش دعوه خالص بان انت مدير فني، مالهاش دعوه خالص. مدير فني غير لاعب. مارادونا كان اعظم لاعب العالم، فشل كمدير فني، ما نربطش. ويعني خلينا نقول انه ان الربط يا جماعه بين تاريخك كلاعب وما بين
مهنتك الحاليه كمدير فني او رئيس نادي او الى اخره، دي حاجه ودي حاجه. مع الاسف الناس هنا في مصر بتستغل عواطف الناس. فيشوفوني لما كنت بكسر نفسي كلاعب، ماشي، اعظم لاعب حسام حسن، وانا بقولها بالفم المليان، ما جاش اخوه كرأس حربة نادي اهلي ومنتخب مصر، ما جاش اخوه. لكن يعني في لاعبين كانوا فاشله، يعني يورجن كلوب كان لعيب فاشل لكن مدير فني عظيم. كارلوس البرتو ما لعبش كوره بس جاب لفرنسا كاس عالم. مورينيو نفس القصه، بس دي ملهاش دعوه بدي. ما نربطش يا جماعه ابدا ابدا تاريخي كلاعب بتاريخي كمدير فني، تاريخي كلاعب وتاريخي كاداري او رئيس نادي او غيره، دي حاجه ودي حاجه تانية. ماشي ماشي. قال لك ايه؟ قال لك الجهاز بيعمل اكتر من كده. جربنا لعيبه وعملنا اللي علينا، واللعيبه مرهقه جدا بسبب السوبر مصر. اللي بيفهم في الكوره هيعرف اني ما اقدرش ازود في الاحمال. ما عندناش غير 2 محترفين فقط عشان ما نضحكش على بعض. عندنا 2 وربع بالظبط، صلاح ومرموش ومصطفى محمد، يعني سطر وسط، يعني مصطفى محمد هو الربع وفقا للكلام بتاعه. يعني انا مش موافق على الكلام ده خالص خالص خالص. وعايز اقول لك حاجه يا كابتن، انا جايب لك حاجه كده لطيفه جدا على حكايه المحترفين دي، باي ذا واي. يعني اجيب لك حاجه لطيفه جدا. بص يا سيدي، منتخب نيجيريا اللي خرج من كاس العالم اتغلب مؤخرا من الكونغو وخلاص مش هيلعب في كاس العالم. ده بتكلم على ايه؟ على المحترفين اللي انت بتتكلم على ان ما عندكش غير 2 محترفين وربع. بصرف النظر الربع ده تقصد بيه مصطفى محمد، هو رجع قال انا ما اقصدش كده، ان انا اقصد ان يعني بيلعب شويه ما بيلعبش شويه. ماشي، هنمشيها. لكن ما تتكلمش في مساله ان بما ان ما عندكش محترفين كتير فانت بتعمل اعجاز. لا، خرجت نيجيريا من تصفيات كاس العالم. اذا القسم، وعندهم مايلي كمان بتاع بيراميدز، بتاع الكونغو الناحيه الثانيه اللي هو طلعه، يعني ناحيه ثانيه النقيض بقى عندهم مايلي، طلعوا نيجيريا. اذا القصه مش عدد محترفين، القصه هي في الانتقاء والتكتيك والتدريب. مالهاش دعوه بعدد المحترفين اطلاقا اطلاقا اطلاقا، لانه لا يعبر مستوى المنتخب عن عدد المحترفين ابدا. جبت لك نيجيريا اهو، 9 بيلعبوا في افضل انديه ايطاليا وانجلترا وتركيا، 9 من 11 في الملعب، ولاعبين 3/4 ومنهم كل الماتشات في الدوريات الاوروبيه. ما عملوش حاجه، ونيجيريا خرجت عليه الكونغو اللي ما عندهاش الا ميل. اذا ما نربطش، ما نقولش ان عندنا 2 محترفين وربع، ملهاش قيمه خالص. بصرف النظر عن حته ربع دي انا مش موافق عليها على الاطلاق على الاطلاق. خلينا دايما نحافظ على قيمه لعبتنا، يعني قيمه لعبتنا. مصطفى انا حطيت كده يعني مقارنات لكن مش هقولها دلوقتي، لكن مصطفى لعيب كويس جدا وبيكافح وراح جالاتا سراي وراح هنا وراح هنا ولعيب تقيل وما عندناش غيره. يعني ده نحطه في ورقه سلوفان كده ونحافظ عليه، لان قولا واحدا مفيش مهاجم في مصر يلعب منتخب مصر في افريقيا امام الاباطره. يعني انا مش عايز اكمل عشان ما تزعلش كابتن حسام مني، لكن انا بقول يا كابتن حسام الافضل هو عدم الحديث. انت انفعلت في مؤتمرك وقلت كلام الناس مش هتسكت والاعلام مش هيسكت قولا واحدا وهيفند كلامك. وزي ما انا فندته كده بالمقارنات، اعتقد انت نفسك مقتنع قبل الجماهير ما تقتنع. احنا نعمل فرقه ونختار صح ونحط تكتيك مظبوط، والاتحاد يعمل لك شويه مباريات تجريبيه. ادي تونس لعبت البرازيل اتعادلت 1-1، تونس احنا رفضناها، اتعادلت 1-1 مع البرازيل، ما كنا لعبنا، انت رفضت، ماشي مش مشكله. وتونس كانت متقدمه على البرازيل 1-0 بكامل قوام منتخب البرازيل يعني. وبعدين اللي سجل الجول على فكره بتاع تونس ده حسن مستوري، ده كان رايح، حازم مستوري ده كان رايح غزل المحله بالمناسبه، واختلفوا في القيمه. ما علينا، انا مش هطول اكتر من كده، عندي كلام كتير كان ممكن اقوله، لكن خلينا نحافظ على منتخب مصر وعلى الكابتن حسام حسن، ونرجو من السوشيال ميديا تهدى شويه، ونرجو من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم ما يتكلموش خالص. الكلام مش بالبق، الكلام في الملعب. انت لعبت وصلت كاس عالم، انا مش عايز اجيب لك بقى يعني تصنيف المنتخبات اللي احنا لعبناها يا كابتن، ده احنا لعبنا ناس جايه مع العفش، لكن يحسب ليك وانت ما اتغلبتش. ماشي، على فكره تونس ما اتغلبتش ولا ماتش وما دخلش فيها جون في التصفيات باي ذا واي يعني، لكن مش هي دي القضيه. هي القضيه ان انا عايز اعمل تيم يقنعني وانا قاعد بتفرج عليه، اتفرج على فرقه كوره بجد بتلعب كوره دفاعا ووسطا وهجوما وعندها قدرات دفاعيه قويه وصلبه تريحني نفسيا وانا بتفرج عليه.
والاختيار ويا فرحتي ان انا اجيب من الشام ومن اليمن ايه وبقى ودق، وفي الاخر ما حدش فيهم دول هيلعب. معروف مين اللي هيلعب، وتركز عليهم وتحط خططك وتحط تكتيكك وتحط جمل تكتيكيه المشاهد زي ما كان الكابتن جوهري يعمل 3 4 5 جمل، كلنا واحنا بنتفرج على الجمله نقول ده الكابتن جوهري كده. ده اللي احنا عايزين نشوفه، مش اكتر من كده والله. واحنا معاك وفي ظهرك، وشد حيلك واصمت، اصمت، لا تتحدث. بقائك في المنتخب مش مرهون بحديثك. ان انت تشيد بالناس اللي جابوك السلطه وكذا وكذا والمسؤولين، ده مش هيقعدك. اللي هيقعدك هو عملك ونتائجك. والله لو معاك مين، اللي ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لو معاك مين ونتائجك مش كويسه محدش هيقعدك خالص. ولو الناس كلها ما بتحبكش بس ادائك ونتائجك اوكي، محدش يقدر يمشيك. هذا هو الامر. اخد خبر بقى سريع كده ان الوقت جري كالعاده، وده موجه للصديق العزيز احمد دياب ولرابطه الانديه. اجلوا المباريات للاهلي والزمالك والمصري علشان بطولات افريقيا. يعني تضامنوا مع الانديه ولم يتضامنوا مع منتخب مصر. طبعا قلبنا ونفسنا اتقطع واحنا بنتكلم، وجبنا كل الاتحادات العربيه اللي في الصوره ما لعبتش انديتها مباريات خالص خلال ال 18 يوم دولت، وفي المقابل احنا رفضنا ان احنا نحط الماتشين المؤجلين بتوع بيراميدز بعد كده عشان نفسح المجال للمنتخب المصري اللي هيلعب في كأس العرب بمشيئة الرحمن. عندي مواضيع كتير بس ما عنديش وقت. إذا حوار آخر مع النجوم الكبار ولكن بعد الفاصل.